الخوت، تنكونوا بخير وعلى خير. ما كاين حتى شي حاجه حتى كيخرجوا لنا هاد لي باج ديال الجزائريين من الجنب. شوفوا شنو كاتبين على هذا الحارس هذا. الإعلام المغربي يبرر سبب ترك حارس تشيلسي سامي التلمساني للجنسية المغربية واستبدالها بالجنسية الجزائرية. حسب الإعلام المغربي فإن تشكيلة الركراكي الحالية لا تسمح بمكانة التلمساني مع المنتخب المغربي، وهذا هو الصح. هذا الشيء اللي كاين. الحارس الجزائري المغربي اختار المغرب، اختار المنتخب المغربي للشباب، حيت ما كيلعبش اول حاجه ما كيلعبش المنتخب المغربي الاول. السيد مازال صغير كيلعب مع الشبان المغاربه وما لقاش بلاصتهم بحكم تواجد نجوم في التشكيله المغربيه. بمكانة التلمساني مع المنتخب المغربي مما أدى إلى تغيير موقفه واختيار الجزائر. هذا هو الصحيح. الإعلام المغربي في وقت سابق قام بالضغط على وحيد حليلوجيتش من أجل استدعاء الحارس وخطفه من الجزائر. الحارس ملي كان خريج أكاديمية ديال تشيلسي كان تيبان أنه حارس مزيان، جابته الجامعة المغربية كيلعب مع الشبان، في التالي بحكم التنافسية ما عيطوش عليه للتداريب. هو ملي ما عيطوش عليه للتداريب فهم راسو وعرف أن المكانة مع المنتخب المغربي للشباب فيها تنافسية كبيرة، وغير الجنسية ديالو الجزائرية. هذا هو كان باغي المنتخب المغربي يعزلو، ولكن اختيار صائب بحكم المنتخب الجزائري ما فيهش التنافسيه، ما فيهش حراس في المستوى، ما عندوش مواهب بحال المغاربه، وهذا هو اللي خلاه انه يعزل الجنسيه الجزائريه بالنسبه للجنسيه الرياضيه ديالو بطبيعه الحال. وهذا اختيار حنا كنتفقوا معه في هذا الاختيار، حيت هو عرف بانه ما غاديش يلعب بوجود شباب ومواهب مغاربه في المنتخب المغربي للشباب، فاكيد انه ما غيلقاش بلاصتو. وحاليا ما كيلعبش مع تشيلسي، دليل انه هبط النيفو ديالو بزاف واحد الدرجه كبيره، وعرف انه ما غيلقاش بلاصتو. وهذا قرار صائب بالنسبه ليه، والله يسهل عليه. وما تبقاوش هاد المره تبارطاجيو اي حاجه حتى تفهموا شنو كاين. هو حاليا كيلعب في واحد النادي من الدرجه الخامسه، ما هو نادي من الدرجه الثانيه، ما من الدرجه الخامسه.